معيش وقت كثير، بس الموضوع كبير ولازم حدا يحكي فيه، ومش معقول ما حدا غيري شايف شو اللي عم بيصير. يا اني عم بحلم يا اني غايص في التفكير، مش غدا اتقبل الحقيقة اذا هذا هو المصير. معناها شو كل هالتركيز؟ عم بفكر في الدقيقة 1000 مرة مش ملاقي لا جواب ولا تفسير. شو منها هالطريقة اللي عايشين عليها يوم يوم حياتنا مش فاهمين، كل خطوة عم نخطيها كل كلمة عم نحكيها مش عارفين شو معناها، بس ماشيين مع التيار لوين ما يروح، على اليمين على اليسار مهتمين؟ طبعا لا، مشغولين في الاغلبية وين رايحين. اسمعوني يا حلوين، لما انتوا بتمرقوا من حد مؤسسة التعليم بتشوفوا ناس متعلمين. انا كل ما بروح بالغلط من حداك ما حد بشوف كلية مجانين، يعني هيك مبسوطين؟ كل واحد باني برنامج لحياته وماشي حسبه، بس ما حدا عارف اذا البرنامج هذا بده ينجح ولا لا، وبرضه مكملين فيه زي 1000 نملة تحت حفرة من مليون. مع الاغلب بتغير المسار، والبرنامج اللي إلنا سنين نبنيه ببطل له فايدة، لانه الحياة ما بتمشيش زي ما بدنا. زي 1000 نملة تحت حفرة من مليون. بس للاسف ما حدا راضي يفهم هذا الاشي. المستقبل يمكن يجي ويمكن ما يجيش، واذا ما اجاش شو بنكون عملنا؟ زي 1000 نملة تحت حفرة من مليون. اول 12 سنة راحوا بس عالتعليم، لإيش عم تتعلم بعد 8-9 سنين؟ مش حرام هال20 سنة راحوا من حياتك بس دفع لمعلمين اللي حتى هني مش عارفين شو بدهن من الحياة. اصلا بطل في حياة، طبيعة وقتلتوها، النباتات قلعتوها، الارض سهمتوها، خططتوها وزفتوها، من الاخضر شلحتوها، شوارع زفتي لبستوها، اراضي بحشتوها، في مصانع مليتوها، بنيتوا عليها مباني كبير كثير وخنقتوها، الكرة الارضية الكبيرة الحلوة ضيقتوها، بطل في وسائل الناس صارت تسكن على بعض والمزارع تركوها. غريب اليوم تلاقي واحد عنده ارض وعايش في الزراعة، بس لا بدها تروح الناس تتعلم وتصير تشتغل في مكاتب، بدهن يوصلوا مراتب عالية. وين راح التواضع في الشغل من هيك واجب؟ بعرف اني عم بعاتب الحيطان مش مهم اشي عادي، ما احنا كلنا مجانين حتى مقسمين حالنا حسب الرواتب، فاكرين حالنا كبار شايفين حالنا زي الكواكب. نفسي اعرف شو هذا الاشي اللي هالقد مهم اللي خلى الانسان يقتل الطبيعة ويتخلى عنها عشان زي 1000 نملة تحت حفرة من مليون. يعطيكم العافية يا بشر، اخترعتوا آلات، أجهزة، بنايات، اشي بجنن، بس وين السعادة؟ زي 1000 نملة تحت حفرة من مليون. وين راحت السعادة؟ عن جد يعني بالكم مش شايفين انه كل هذا التقدم مش عم بيجيب لنا غير تعب نفساني ووجع راس ووجع قلب؟ زي 1000 نملة تحت حفرة من مليون. شو هدفكم من الحياة صار؟ توصلوا مرتبة عالية، يكون معكم كثير مصاري، يكون عندكم دار كبيرة، تقدروا تشتروا سيارة جديدة؟ زي 1000 نملة تحت حفرة من مليون. كل هذا أنا بسميه تفاهة. تحت هاي الحفرة في أكثر من 1000 نملة، اطلعوا على كل وحدة فيهن شو حاملة، طفحة أكبر منها وماشي فيها هالمسافة، إلها كم ساعة تجر فيها هال200 مترين، يعطيها 1000 عادي، بس يمكن هي مش عارفة لو رايحة أصلا فيها، يمكن وهي ماشي يضرب هالرح ويخليها تطير وترجع من أول طريقة، يمكن تشتي عليها الدنيا وتمليها مي وتموت، يمكن تقطع المسافة وتوصل الحفرة وتفوت سليمة عليها، بس كله هذا الشغل راح على الفاضي، لأنه هاي الحفرة اللي من الصبح عم يشتغلوا عليها بده يجي بني آدم بعد شوي يدعس عليها، وفي ثاني وحدة يقتل كل النمل اللي فيها، وحياة النمل زي حياتنا بالضبط معرضين للدمار، في أي وقت البني آدم عم بتقدم بس بيضلوا زي حمار، التقدم عنده صار في العمار، عم نتشعبط بدنا نوصل فوق الغيوم، أمريكان وصلوين بس بدقيقة وحدة بوم، كله مات في يوم، 1000 بني آدم تحت مبنى من مليون. شايفين؟ البني آدمين بضلهم زي النمل، بيشتغلوا كل حياتهم عشان هدف معين، وفي الآخر بيموتوا قبل ما يوصلوه. زي 1000 نملة تحت حفرة من مليون. لأي هدف بدكم توصلوا مع كل هذا التقدم؟ أو يا ترى الهدف اللي بدكم توصلوه بيستحق كل هاي السنين من وجع الرأس والتعب النفساني؟ زي 1000 نملة تحت حفرة من مليون. أنا شخصيا زهقت من هاي الحياة، بتعدش لحياة طبيعية.